لا علاقتك بيه عامله ايه؟ والله علاقتي بيه كويسه انا شيكابالا. كويسه ولا نص نص ولا مش لا قوي؟ لا كويسه. انا اول سنه رحت في الزمالك ما كانش موجود، بس مظبوط. جات انا السنه الثانيه فاهم. جاء بس الناس كانت يعني بتقول لك يعني في ناس كتير تدخل يعني يكبروا الموضوع. شيكابالا وانت الحين يعني الحين نجم وراح ممكن يصير مشاكل. لا بالعكس، يعني تقابلنا وكانت الامور طيبه مع بعض وما كانش ولا في اي مشكله يعني فاهم. علاقتنا طيبه بالعكس، كنت اي شيء يعني بصراحه المثال الاولى كنت حاسس نفسي اني واحد من النادي. يعني اول ما جيت من اول سنه لو تنقادوا اللعيبه الكبار نقعد معاهم بيستشيروني بياخذوا رايي، يعني كنت فاهم مدخليني في المجموعه. مفهوم. وبعد لما جا شيكابالا نفس الشيء، يعني حسيت نفسي اني عندي كلمه وبتكلم ونعطي راي، يعني ما كانش ولا شيء. مفهوم تماما. بتشوف ازاي علاقه شيكابالا بالجمهورين، سواء جمهور الزمالك من ناحيه او جمهور الاهلي من ناحيه؟ صراحه شوف، هو بالنسبه لشيكابالا لجماهير نادي الزمالك يعني اسطوره، وانا اصلا كنت قبل ما اروح للزمالك سامع عليه ونعرف شيكابالا، فاي حد يعرفه يعني لاعب مهاري ما شاء الله وساحر. بس ممكن هو عنده شويه زي حماس فاهم، يعني لما يسجل ولا الناس تحبه كثير يعمل شويه مثلا ردود افعال ولا فاهم شويه الحاجات اللي انت ما بتحبهاش، شويه استفزاز عنده شويه. انا اتكلم بصراحه هو لعيب وكل حاجه، مثلا في مرات شويه استفزاز بس في انا بس ما نعرفش من الاول مين بدا، هل هو بدا الاستفزاز ولا الجماهير ثاني. بس رغم كل هذا انه ما ينفعش اللي يصير معه يعني كعنصريه ولا ككلام ولا شتايم ولا الاشياء. كان في عنصريه عانى منها؟ اكيد في. شفت بنفسك عنصريه؟ ايوه مره في حد منزل يعني منزل كلب ومش عارف شو فاهم، ولا يجي يشتموه في الملعب، ولا هو يسوي الملعب كله بده يشتم فيه بامه، يعني هذه كلها عنصري. في الاخر اوكي ممكن تنتقد اللاعب، اعمل اللي ممكن تعمله عشان توتره، بس مش تشتمه وتقعد يعني مركز معاه ولا تعمل عنصريه معاه. هذه صراحه ما نقبلهاش. مفهوم. لا هو ولا اي لاعب ثاني. شوف انت فينيسيوس لما صار مع العنصريه الدنيا كلها قامت على من اجله. نفس الشيء يعني فينيسيوس ولا شيكابالا نفس الشيء، لازم كل حد العنصر لازم ضد العنصريه. هذا هو كلام محترم جدا. مباراه القرن، رحل كارتيرون، مجلس إدارة الزمالك نفسه كلام إنه هيمشي، إزاي اجتمعتم وإزاي استعديتوا للمباراة؟ المرحلة كانت ديك صعبة. كان عندنا مباراة قبل القرن وقت الرجاء، الإدارة يعني أعلنوا رسميا الإدارة رحلت، والمدرب جاء في وقت وراح، يعني في وقت صعب صراحة. مش إزاي كارتيرون؟ جاء عرض مغري مش حسيتوا إن في أي حاجة مش مفهومة في القصة؟ لا هو في الآخر يعني عرض مغري جاء ومش حب هو يعمل أي موضوع عشان يروح، فهمت؟ عرض مغري في الاخر فكر في نفسه بس في الاخر يعني انت هو كمدرب فكر انه فلوس، ما فكرش كبطوله. زعلتك؟ زعلتني انا عشان علاقتي بيه طيبه جدا ونحبه كمدرب، من افضل المدربين مرنت عندهم، يعرف يتعامل مع اللعيبه تمام. بس هذا اللي عملها في الاخر هو كل واحد عنده عذره. لكن انا يعني كلاعب اكيد داخل على نصف نهائي، مفهوم، والاداره تروح ومدرب يروح، يعني صعبه. البعض قال بس ده الاهلي جاب له عرض عشان يمشي قبل ما لا ما عندوش دعوه بالموضوع فاهم. بس بعدين احنا لمينا بعض اللعيبه كنا اتكلمنا مع بعض، اللي صار احنا عندنا هدف، والحين وصلنا يعني تقريبا قبل النهائي ما نسيبش كل شيء يعني في لحظه فاهم. خلاص لمينا مع بعض والحمد لله يعني وصلنا للنهائي، بس للاسف يعني ما كناش موفقين.